بيبدأ الفيلم بولد صغير بيحلم بكابوس وبيقول هي هتيجي النهاردة ولا لأ؟ طب لو جت النهاردة هتكون ايه لعبتها؟ بيفتح عينه وبيعدل نفسه على السرير. بنلاحظ خيال كان واقف وبعدين بيتحرك. بيبص الولد الصغير وبيقول لها اللعبة دي شكلها هتكون حلوة. بيطلع بره سريره وبيتحرك ناحية سرير أخته. بيبص ناحية الشبح وبيقول لها دي أختي عندها 6 سنين. بيتحرك ناحية باب الأوضة وبيطلع بره وبينسى الباب مفتوح. في نفس الوقت أخته بتصحى وبتقلق عليه لما مش بتلاقيه على سريره. بتطلع بره الأوضة وبتقعد تنادي عليه. بيظهر أخوها وهو عمال بيجري وبيقف ناحية الشباك وبيضحك. أخته بتقوله أنت رجعت تمشي تاني وأنت نايم؟ مش بتلحق تخلص كلامها. وبنشوف سواد عمال ينتشر على الحيطان وبيروح ناحية أخوها. بيطلع على الشباك وبيصرخ وبينادي على أخته تنقذه وبيقع. بتوصل أخته متأخر للشباك وبتصرخ لما بتشوف إنه وقع. بتعدي السنين وبنروح لشخصيتنا الرئيسية اللي بتقعد تلعب مع بنتها الصغيرة شوية قبل ما تروح الشغل. بتركب عربيتها وبتروح الشغل وبنعرف إنها شغالة دكتورة. بيشرح لها الأب والأم عن حالة بنتهم وإنها كانت بتحلم وقعدت تصرخ وتنادي علينا لدرجة إن نفسها بقى قليل ومش قادرة تصحى. بتطمنهم الدكتورة وبتقولهم إنها عندها اضطرابات في النوم وده اللي بيسبب الكلام ده وقت النوم، وأوقات بيخليها إنها تشوف حاجات مش موجودة. بتطمنهم وبتقولهم إنها حالة منتشرة، حتى بنتها جه عليها الوقت وكانت بتمر بالحالة دي وبكده يكون علاجها سهل. بيجي وقت الغدا وبتقعد شخصيتنا الرئيسية وبتبص ناحية الرسمة اللي رسمتها بنتها ليها. بيجي زميلها في الشغل وبيقولها انتي بتطيري في الصورة دي ولا ايه؟ بتقوله المفروض. بتسكت شوية وبتقوله ان دي أحلام بنتها واللي بتفتكره بترسمه وبتيجي توريهولي. بيهزر معاها الدكتور وبيقولها للأسف أنا أحلامي ما ينفعش تترسم. بيضحك وبيروح يقعد معاها. في نفس الوقت بتيجي الممرضة وبتقولها إن في عيلة كانت جاية تكشف. المهم إنهم جم قبل ميعادهم وباين عليهم إنهم متوترين جدا. بتسألها الممرضة تتصرف معاهم إزاي. بتقاطعها شخصيتنا الرئيسية وبتقولها مش مهم أنا جاية أشوفهم حالا. بتروح المكتب وبتسألهم عن اللي بيحصل. بتتكلم الأم وبتقولها من شهرين تقريبا كان عندهم ابن وتوفى وهو نايم، وبعدها على طول بدأنا نلاحظ إن أخوه بيمشي وهو نايم وأوقات بيتكلم وأوقات بيصرخ، والموضوع بقى بيتكرر معاه كتير. ولاحظنا إنه فتح عينيه وبيحاول يتكلم بس جسمه مش بيتحرك. بتنادي عليه الدكتورة وبتقوله أنت عندك حالة اسمها شلل النوم المؤقت، وبتشرح له عن الحالة أكتر، بمعنى إنك بتفكر نفسك صاحي بس مخك لسه بيحلم. وقتها بتقدر تفتح عينيك وتبص حواليك بس جسمك مش بيقدر يتحرك لأنك لسه نايم. بتطمنه وبتقوله الموضوع كله بيجي من خيالنا، مفيش حاجة اسمها عفاريت. بتفتح البرطمان وبتطلع حاجات حلوة ليهم، بيروحوا ياخدوها وبيشكروها. بتبدأ تتكلم الدكتورة مع الأب والأم وتقول لهم إنكم تفقدوا شخص بتحبوه ده ليه آثار نفسية سيئة خصوصا على الأطفال، وده السبب إن ابنكم يبدأ يشوف كوابيس وبيعاني من اضطرابات في النوم، فده طبيعي ولو حابين ممكن نعمل فحوصات عليه عشان تطمنوا أكتر. بتقاطعها الأم وبتقول لها بس الحالة دي مش بتجيله هو لوحده. بتتفاجئ شخصيتنا الرئيسية وبتسألها أخته كمان. بترد عليها الأم وبتقول لها الحالة دي بتجيلنا كلنا إحنا الأربعة. بتتوتر شخصيتنا الرئيسية لما بتسمع منهم كده. بتروح العيلة البيت وبتروح الأم عشان تنايم بنتها وتطمنها وبعدها تطمن ابنها عشان ينام، بس بيقولها إنه خايف يشوف الشبح ده تاني. بتقعد تطمنه وبتقوله إنه قوي وبتهزر معاه عشان تهديه. بيجي وقت النوم وبيستأذنها ينام معاهم الكلب في نفس الأوضة وبتوافق. بتروح تغسل سنانها. في نفس الوقت بيروح ابنها في النوم بس بيبدأ ينازع ويتكلم وهو نايم. بتحصل وقتها لقطة ثلاثية، بيفتح عينيه الكلب بيقوم وبيحس إن في حاجة غلط. الأخت بتصحى هي كمان. في نفس الوقت بتكون الأم قاعدة على السرير مع الأب وبيبوسوا بعض اللي هو حرفيا مش وقته. بيدخل عليهم ولادهم وبيناموا هما الأربعة مع بعض على سرير واحد. بنروح لشخصيتنا الرئيسية اللي بتحس بإرهاق وقت شغلها وبتقرر تروح. بتوصل البيت وبتدخل الأوضة وبتنام جنب جوزها، بس للأسف اليوم مش بيعدي على خير. وبنروح للعيلة اللي بتلاقي صعوبة في النوم وبنشوف ابنهم لوحده على السرير بينازع، وأخته بتدخل البيت ومعاها المقص بتاع الزرع والدبدوب بتاعها. والأم قاعدة مرهقة نفسيا وما عندهاش القدرة تبص على حد وغرقانة جوه نفسها. والأب قاعد شايل ابن خيالي مش موجود أصلا وقاعد بيدلعه. بتقوم الأم وبتشغل الخلاط وبتقعد تضحك بشكل هستيري. بتدخل البنت وهي فاتحة المقص ناحية أبوها بس طلعت بتقص الدبدوب بتاعها، والأب بيقعد يضرب في الحيطة. في نفس الوقت ابنهم حركته بتتشل على السرير
وبيبدأ يهاجموا الشبح. بس لحسن الحظ بيبدأ الكلب ينبح بصوت عالي، فبيصحوا كلهم من نومهم وبيرجعوا لطبيعتهم. بيجروا على أوضة ابنهم اللي بيلاقوه منهار وبيعيط، وبيعدي اليوم. بنروح لشخصيتنا الرئيسية اللي بتقعد تفتكر أخوها وهو بيقع من الشباك. بتدخل الصالة لبنتها وجوزها، بس بيلاحظ إنها مش تمام. بيسألها، بترد عليه وبتقوله إنها شافت في العيادة عيل صغير فكرها بأخوها. بيطمنها وبيقولها تاخد اليوم راحة وتدخل تنام شوية. بتدخل الأوضة وبتطلع السرير عشان تنام. بيعدي شوية من الوقت وبتبدأ تنازع في نومها، وبيبدأ الحلم. بتصحى تلاقي نفسها رجعت بيتها القديم لما كانت صغيرة، وبتبدأ تسمع صوت أخوها الصغير. بتقوم ناحية سريره بس مش بتلاقيه. بتطلع برا الأوضة وبتشوفه. بتحاول تجري المرة دي عشان تنقذه، بس كل حاجة بتتكرر تاني. أخوها بيقع وبتقعد تصرخ. بس وقتها بنشوف لقطة سريعة وغريبة لشخصيتنا الرئيسية كأنها بتطفو. بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها برا الأوضة، وبتعرف إنها كانت بتمشي وهي نايمة. مش ملاحظ حاجة صديقي المشاهد؟ أنا هقولك أكيد، مش هسيبك في حيرة كده. يعني شخصيتنا الرئيسية شغالة دكتورة في قسم اضطرابات النوم، وهي نفسها عندها اضطرابات في النوم أصلا، فبسم الله ما شاء الله على الشطارة يعني. فلو أنت صديقي المشاهد عندك اضطرابات في النوم زي شخصيتنا الرئيسية، اعمل لايك، ولو ما عندكش برضه اعمل لايك، أكيد مش هنحسدك، ما تقلقش. نرجع للفيلم اللي مش هيخلي الواحد ينام ده. المهم، بترجع العيلة دي للعيادة، بس المرة دي هيتحجزوا لحد ما نعرف هو فيه ايه بالظبط. بيبدأ الدكتور يركب جهاز قياس للموجات للأم، وقاعدة بنتها جنبها تحاول تستوعب اللي بيحصل، وبتقول للدكتورة الجهاز ده زي الكائنات الفضائية، فتقريبا هتقضي حياتها مش هتستوعب حاجة من اللي بتحصل. وأخوها قاعد منعزل لوحده في نفس الأوضة. في نفس الوقت الأب بيجيب مشروب وبيحط عليه شوية 7، وبتطلع الدكتورة وبتشوفه، فبيقولها إن هو مش بيقدر ينام غير كده، وإنهم قضوا ليلة صعبة امبارح. بتقوله يدخل معاها الأوضة. بتتجمع أفراد الأسرة جوه أوضة واحدة، وبتقول لهم الدكتورة إن في كاميرات بتراقب كل حاجة بتحصل، وإنهم هيراقبوهم وقت النوم عشان يكتشفوا إيه اللي بيحصل بالظبط. بيسألها الابن وبيقول للدكتورة هو الإنسان يعمل إيه عشان ما ينامش. بيسكت شوية وبيقول لها أنا مش عايز أشوفه تاني. بيتعصب الأب عليه وبيقول له إنها مجرد أحلام عادية. والله بصراحة مش قادر أمنع نفسي، معلش، أحلام إيه اللي عادية حضرتك؟ أمال أنت جاي أنت والأسرة السعيدة هنا تعملوا إيه؟ بيسأل الدكتورة هتساعديني؟ بتطمنه وبتقوله إنها هتساعده، ده شغلها. بتقفل النور وبتطلع بره الأوضة وبتروح لأوضة المراقبة. في نفس الوقت الدكتور قاعد بيراقب مريض تاني. بيقعد يدردش شوية مع الدكتورة، ولما بيبص مش بيلاقيه. بيطلع بره عشان يطمن عليه، وبيلاقي الحنفية مفتوحة. بيقفلها وبيسمع صوت حنفية الدش. بيقرب وبينادي على المريض بس مش بيرد عليه. بيفتح الدش بس مش بيلاقي حد. بيجي الراجل من ظهره وعمال يصرخ، وبيلاحظ الدكتور إنه نايم ومش في وعيه. بياخده وبيرجعه السرير. بنروح لشخصيتنا الرئيسية اللي بتتفرج عليهم عن طريق الكاميرات، بس بتحس بإرهاق وبتطلع عشان تجيب قهوة. في نفس الوقت بنروح للأسرة اللي بتبدأ كلها تتكلم وتنازع خلال نومهم مرة واحدة ما عدا الابن. بيقوموا كلهم من على السرير مرة واحدة، وبرضه ما عدا الابن. والدكتورة في نفس الوقت بتجيب قهوة. مش عارف أنا قهوة إيه دلوقتي، هو ده وقته؟ بنرجع للأسرة اللي بتتحرك في الأوضة كلها بشكل مخيف مع كلام سريع ومش مفهوم. في نفس الوقت بيكون الابن نايم، وعشان مفيش حاجة حلوة بتفضل على حالها بيفتح الابن عينيه ومش بيقدر يحرك أي حتة في جسمه. وبيبدأ يشوف الشبح بيقرب عليه من خلال الحاجات السوداء اللي بتنتشر على باب الأوضة وبتكسر الإزاز وبتدخل وبتقرب ناحيته وبتهاجمه. والدكتورة لسه واقفة بتجيب قهوة، تقريبا خلصت أول كوباية ما جابتش النتيجة، فقالت تجيب تاني. بس الحمد لله سمعت صوت وقربت ناحية الأوضة ولسه هتفتحها بتسمع صوت الدكتور، وبتعرف إنها كانت بتحلم. بس لحسن الحظ بيسمعوا أصوات وصريخ، وبيطلعوا يجروا ناحيتها عشان يعرفوا إيه اللي بيحصل. بيدخلوا الأوضة وبتروح الدكتورة ناحية الابن اللي بتلاقي آثار ضرب عنيف وغريب على جسمه. بتسيبه مع الدكتور وبتروح ناحية الأخت بس مش بتلحق، وبيهاجمها الأب وبيخنقها، ومحدش بيقدر ينقذها غير عامل النظافة اللي بيدخل وبيضربه على راسه. بيجي البوليس ويقبض على الراجل. في نفس الوقت الدكتورة عارفة إنه ما كانش عارف هو بيعمل إيه، وإنه وقتها كان نايم ومش حاسس باللي بيحصل. بس الدكتور زميلها كان عنده نظرية تانية، وهي حتى لو كان نايم وهو بيعمل كده، طب افرض عمل كده مع حد من ولاده، هتكون إيه النتيجة ساعتها؟ بتقعد مع الدكتور وبيقول لها هو ده الصح، وخدي بقية اليوم أجازة وارجعي اقعدي مع أسرتك وحاولي تنسي اللي حصل. بتركب عربيتها وبتبدأ تحس بإرهاق، وبتشوف نفسها بتطفو فوق للمرة التانية، وبتبدأ تفتكر موضوع أخوها تاني. بتفتح عينيها وبتكتشف إنها كانت بتحلم. بتطلع تاخد دش، وبعدها بتقف قدام المراية
وبتبدأ تحط كريم على رقبتها مكان خنقة الراجل ليها ومسكته لرقبتها جامد. بترجع الكريم تاني، ولما بتقفل بتشوف انعكاس بنتها في المراية. بتتخض، ولما بتروح ناحية بنتها بتسيبها وتمشي، وبتسيب الرسمة بتاعتها على الأرض. بتاخدها وبتروح تغير هدومها عشان تروح الشغل، بس جوزها بيقولها إنها مش لازم تروح، وإنها فضلت طول الليل تصرخ وهي نايمة. بس بتروح الشغل وبتشغل الفيديو وبتشوف إيه اللي حصل امبارح، وبتشوفهم لما بيقوموا كلهم من على السرير في نفس الوقت ما عدا الابن. بتنادي على الدكتور وبتفرجوا على نفس اللقطة، وإزاي كلهم قاموا مع بعض في نفس الوقت، وكمان النوبة القوية اللي جت للابن. بس بيقاطعهم عامل النظافة اللي بيقول لهم إنه قدم استقالته ومش هيشتغل في المستشفى دي تاني، وبيطلب من الدكتورة دقيقة من وقتها. بتطلع معاه بره الأوضة وبتسأله ماله، بيقول لها إنها لازم تبعد عن العيلة دي وما تقربش منهم مهما حصل، وبيديها ورقة وبيسيبها وبيمشي. بتروح وراه بس مش بتلحقه. بتفتح الورقة وبتلاقي اسم مكتوب عليها. بص صديقي المشاهد، أنا مش متأكد قوي، بس ده تقريبا اسم من أسماء الشياطين. بترجع بيتها وبتبحث بالاسم على النت، وبتبدأ تشوف صور، وبتعرف إن أصل كلمة كابوس بالإنجليزي هي شيطان اسمه مير، بيطلع للناس في أحلامها المرعبة وبيعذبهم، وأوقات الجاسوم أو شلل النوم، وإن في ملايين الناس حول العالم حصل معاهم نفس الحالة دي وإنهم شافوه في أحلامهم. بتيجي بنتها وبتقاطعها وبتدخل في حضنها. بنرجع للأسرة اللي رجعت لبيتها، وللأم اللي بتقول لابنها يغير هدومه عشان وقت النوم، ولما بيقلع بتشوف آثار الضرب على جسمه. بتقرب منه وبتسأله مين اللي عمل فيك كده؟ أبوك؟ تقريبا عايزة تحبس جوزها مؤبد أو حاجة. بيحرك راسه وبينفي كلامها، وبيقولها بيجي بس وقت ما أنا نايم وبشوفه في الحلم. بتتفزع الأم من كلامه. في نفس الوقت شخصيتنا الرئيسية بتقفل كل الأبواب والشبابيك لأنها عارفة إنها كمان بدأت تمشي وهي نايمة. بنرجع للأسرة وبنعرف إن الأم قررت تسهر عشان تطمن على أولادها وتمنع أي حاجة غريبة تحصل لهم تاني، بس مش بتقدر، وبيبدأ النوم يهاجمها. بتسيب كوباية القهوة جنبها وبتقوم وتطلع بره الأوضة. بتروح الحمام وبتبدأ تشطف وشها بالمية. بتبص لنفسها في المراية وبتلاقي سنتها قربت تقع. في نفس الوقت بنتها بتفتح عينيها وبتنزل من على السرير وبتجري على السلالم بسرعة، والأم عمالة تشيل في أسنانها قدام المراية وعمالة تضحك، والظلال السودة عمالة تقرب أكتر ناحية الابن. بتفوق الأم وبترجع لوعيها وبتلاقي أسنانها كلها في مكانها عادي. بترجع للأوضة بسرعة، بس بتسمع صوت بنتها جاي من تحت. بتنزل على السلم جري وبتتزحلق رجلها في الدم. بتحاول تقوم وبتلاقي إيديها مليانة دم. بتبص عليه جاي منين. بتروح وراه وبتلاقي بنتها قاعدة قدام الكلب اللي غرقان في دمه. بتنادي على بنتها وبتقولها تصحى بسرعة، ولما بترجع لوعيها بتشيلها وبتقولها غمضي عينك. بتطلع بسرعة لأوضة ابنها وبتفتح الباب بصعوبة، ولما بتشوفه بتلاقيه بيترعش جامد والسرير بيبدأ يطفو في الجو. بتصرخ وبتجري على ابنها تحضنه. بيعدي اليوم وبيدفنوا الكلب بتاعهم. بنروح لشخصيتنا الرئيسية اللي قاعدة سرحانة. بيصحى جوزها وبيسألها ايه اللي حصل. بتقوله انها حلمت نفس الحلم تاني. بيقرب يقعد جنبها. بتكمل كلامها وبتقوله مش ده الغريب، الأغرب إني سمعت من البنت الصغيرة نفس الأغنية اللي كان بيغنيها أخويا قبل ما يقع من الشباك ويموت. بتعيط وبياخدها جوزها في حضنه وبيقولها إن ده توتر مش أكتر. بتسكت شوية وبتقوله إنها فكرت في الكلام اللي قاله قبل كده وإنها فعلا محتاجة أجازة، عشان كده هتروح الشغل وتاخد منهم فترة للراحة وتبعد شوية عن كل ده. بتروح مكان الشغل عشان طلب الأجازة، بس بتلاقي الأم بتنادي عليها وبتقولها إنها لازم تساعدهم، وإن اللي بيحصل معاهم أكبر بكتير من اللي متخيلينه، وإنه بيحاول يفرقنا عشان يقتل ابني. بترد عليها الدكتورة وبتقولها محدش بيحاول يقتل ابنك. بتضربها بالقلم وبتعيط وبتزعق فيها وبتقولها جوزي كان بيحاول يحمينا وإنتي سجنتيه، وبتحكي لها عن اللي عملته بنتها واللي حصل امبارح كله. بتمشي الدكتورة وبتسيبها واقفة لوحدها. بتشغل الفيديوهات من يوم الحادثة تاني وبتتفرج على الابن وهو بيتهز بيه السرير. بتعمل بحث على اسم الشيطان وبتتفرج على صورة فيها إنسان نايم والشيطان قاعد فوقيه. بتقوم تمشي وبيقوم الدكتور يتفرج على الصورة وبيتفاجئ. بتركب عربيتها وبتروح للأب في مركز الشرطة. بيبدأ يعتذر لها وبيقولها إنه ما كانش شايف حاجة وقتها غير إنه كان بيحاول يمنع كيان شرير عن ابنه. بتقبل أسفه وبتاخده معاها في العربية عشان ترجعه بيته. بيوصلوا بالعربية وقبل ما يدخلوا من الباب بيسمعوا صوت. بيروحوا ناحيته. بيلاقي بنته قاعدة قدام القبر تغني. بيصحوها وبياخدوها معاهم وبيجروا على البيت. وبيلاقي الخلاط شغال وفيه دم، بس بيكتشف إنه من كيس اللحمة. بيلاقي مراته ورا ظهره. بيصحيها وقبل ما يلحق يطمن عليها بيسمعوا صوت مرعب جاي من أوضة ابنهم. بيطلعوا بسرعة وبيكسروا الباب وبيلاقوا الشيطان بيحاول يستحوذ عليه. بتجري الدكتورة عشان تصحيه بسرعة،
بس بيهاجمها هي كمان لحد ما بيخبطها في الحيطة وبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي الأب. بتطلع تجري الأوضة تانية وبتقفل عليها عشان تستوعب اللي حصل. بيخبط عليها وبيدخل. بتتأسف له وبتسأله عن ابنه. بيقولها إنه كويس لحد دلوقتي، وبيسألها المفروض نعمل إيه. بتعيط وبتقوله إنها مش عارفة. بتسكت شوية وبتقوله إنها عارفة الحل. بيطلعوا بالعربية وبيوصلوا مكان عامل النظافة اللي ساب لها ورقة قبل كده فيها اسم الشيطان. بتدخل هي والأب، بس بيقول لهم إن هو مش هيقدر يساعدهم. مش بيقدر الأب يمسك نفسه، وبيقول له حياة ابني في خطر. بيقول له مش هيعجبك اللي هقوله، بس امشي وروح مكان تاني، وبالنسبة لابنك فهو هيموت، مفيش حل تاني، ودلوقتي امشوا. بترد عليه شخصيتنا الرئيسية وبتقول له انت لازم تساعدنا، يا اما هبلغ عنك عشان الأدوية المهدئة اللي كنت بتسرقها من المستشفى. بيروح ناحية جده اللي بيقعد يضحك، وبيقول للدكتورة ده الحل الوحيد عشان جدي ينام. بيقوم يقف ناحية الزرع، وبيقول لهم ابنك بيعاني من الكلام وقت النوم والمشي وقت النوم. بيرد الأب باستغراب وبيقول له أيوة. بيكمل الجد كلامه وبيقول له ده شيطان. بيسكت شوية وبيقول له أنا حصل لي كده قبل كده. بتسأله الدكتورة طب وإزاي هربت من الموت؟ بيرد عليها وبيقول لها طفل تاني مات مكاني وقتها، بس معرفش إزاي أو ليه. قضيت حياتي كلها بدور على الإجابة، بس مفيش إجابات. ابنك هيموت. بتبص الدكتورة ناحية الأب وبتطمنه إنه مش هيموت وإن أكيد في حل. بيقرب منها الراجل العجوز وبيقول لها أنا معجب بيكي، بس مش عشان شكلك، عشان إصرارك. كلنا كنا كده في يوم من الأيام، بس هو ده حال الدنيا. وبيقعد يضحك. في نفس الوقت جوزها بيقلق عليها وبيتصل بيها بس مش بترد. وبنتهم بتكتشف الصور اللي كانت بتبحث عنها شخصيتنا الرئيسية. بنروح للأسرة، وبالتحديد الأم اللي بتحاول تخلي ابنها يفضل صاحي بأي طريقة، وبالعقار اللي أخدته من الدكتورة. بتدخل الدكتورة بسرعة ومعاها الراجل العجوز. بيقرب من الزرع وبيقول لهم الشيطان اللي بيهاجمه مش بتفرق معاه صبح أو ليل، لازم ابنكم يفضل صاحي لحد ما نكتشف حل. بتعدي فترة من الوقت، وبيروح الأب يملى البانيو، وبيركبوا أنبوبة أكسجين للابن عشان يساعدوه يفضل صاحي. بيبدأ الراجل العجوز يحكي قصته، وبيقول لهم إنه أول مرة شاف الشيطان شافه في أحلامه على هيئة بنت جميلة كانت جاية تلعب معاه، وبعدها بدأت تهاجم عيلتي في أحلامهم، وبطريقة ما أختي أنقذتني بس بحياتها. بتتفاجئ شخصيتنا الرئيسية من كلامه، ولسه هتقوم تسأله بس السرير فجأة اتحرك من مكانه. بياخدوا الأب بسرعة على البانيو، وبتحاول الدكتورة تصحيه بأي تمن، بس الشيطان بيحاول يغرقه لحد ما الدكتورة عطته إبرة، وكل حاجة هديت ورجعت زي الأول على الأقل مؤقتا. بتتصل شخصيتنا الرئيسية بالبيت وبتطمن بنتها، وبتعرف منها إن جوزها قاعد مع الدكتور زميلها. بتطمنها وبتقولها إنها هترجع للبيت قريب. بيدخل الراجل العجوز وبيقولها ترجع لبيتها وإن إنقاذ الولد ده مستحيل. بيسكت شوية وبيقلع النضارة وبيوريها إنه قطع جفونه عشان بس يفضل صاحي. بيقوم عشان يمشي، بس بتوقفه الدكتورة وبتسأله سؤال واحد: أختك لما أنقذتك كانت بتمشي وهي نايمة ولا لأ؟ بيجي الليل وبيجيب الأب مشروب طاقة عشان يخلي ابنه صاحي. بتدخل الدكتورة والراجل العجوز وبتبدأ تقول لهم فكرتها: نحاول نحميه عن طريق النوم زي ما حصل مع كل واحد فينا قبل كده، لما بنكون نايمين بنعرف بوجوده فهنحاول نوقفه. وأخت الراجل العجوز وصلت إنها تمنعه. بيرد عليها وبيقول لها بس هي ماتت. بتقول له إحنا مش أطفال، وكمان هي دي محاولتنا الأخيرة ما عندناش غيرها، نحاول ننام ونشوفه وإحنا نايمين ونمنعه. بيضرب الأب إيده على الترابيزة وبيقول لها ده جنون، إزاي أحمي ابني وأنا نايم؟ بتقول له إنها فرصتنا الأخيرة عشان نمنعه. بيقول لها حتى لو عايز أنام هنام إزاي في الظروف دي؟ بيطلع الراجل العجوز مهدئ وبيقول له إنه قوي وبيقعد يضحك. بيتفقوا على المحاولة الأخيرة دي عشان ينقذوا ابنهم، وبالنسبة لبنتهم وعشان ما تتعرضش للخطر بيسيبوها مع الشاب عامل النظافة. وبيطمن الراجل العجوز الأم وبيقول لها إنها دلوقتي في أمان. بيروحوا كلهم عشان ياخدوا الإبر ويناموا، وبيقول لهم الراجل العجوز آخر نصيحة إن الشيطان هيهاجم أكبر مخاوفكم في الكوابيس. بتفضل الدكتورة وبتطمن الولد الصغير إنه مش هيموت. بتحط لنفسها الحقنة بس الكل بينام ما عدا هي. بتستغرب وبتروح ناحية الراجل العجوز، وكمان محدش اتحرك وقت نومه. بتبص جنبها مش بتلاقي الولد الصغير مكانه. بتطلع على السلم وبتشوفه، ولما بتروح وراه بتلاقي نفس المكان اللي مات فيه أخوها وهم صغيرين. في نفس الوقت الأب بيلاقي ابنه اللي مات، وكمان الأم بتبدأ تمسك في أسنانها. بس الضحك كله لما الراجل العجوز بيروح يشوف الشيطان بيهاجم الولد الصغير وبيعمل نفسه ما شافش حاجة وبيمشي. بنرجع لشخصيتنا الرئيسية اللي بتشوف أخوها بس بتقول ده مش حقيقي، وبتحاول تمشي بس مش بتقدر. في نفس الوقت الراجل العجوز بيزعق وبيقول لهم مفيش أي حاجة حقيقية من اللي انتوا شايفينها. بيبدأ الكل يرجع لوعيه، وبيسيب الحاجة اللي كانت بتشتته، وبيرجعوا للمهمة الأصلية إنهم يوقفوا الشيطان عشان يحموا الطفل الصغير. بس وقتها الشيطان بيهاجم الراجل العجوز،
وكل واحد فيهم بيرجع تاني لأكبر مخاوفه. بتروح الأم تشيل سنانها بشوكة، والأب مش بيلاقي ابنه وبيلاقي على سريره دم. وشخصيتنا الرئيسية بتجري عشان تنقذ أخوها، بس المرة دي بتنقذه وبيحضنها وبيخنقها بإيده من رقبتها وبتقع على الأرض. بتفوق بسرعة وبتلاقي نفسها لوحدها، بتجري ناحية الراجل العجوز، بس ما تعرفش إنه استحوذ عليه الشيطان. بيلف ناحيتها وبيضحك وبيرميها ناحية الحيطة وبيغمى عليها. بيروح ناحية الولد الصغير عشان يقتله، بس شخصيتنا الرئيسية بتجري ناحيته وبتضربه بالسكينة. بيقع جنبها وبتتأسف له، بيقول لها بتتأسفي على إيه؟ وبيضحك وبيكلم نفسه وبيقول أخيرا هعرف أنام. بيعدي اليوم وبيجي الصبح وبيدخل الدكتور البيت وبيشوف الأب والأم وهم بيجروا ناحية ابنهم، وبيشوف الراجل العجوز وهو ميت وبيشوف السكينة. بيعدي سنة على الموضوع وبنشوف الأسرة رجعت تعيش حياتها بأمان. وبنروح لشخصيتنا الرئيسية اللي اتحجزت جوه مستشفى نفسية بسبب حادثة القتل على أساس إنها مجنونة. بتتصل بيها بنتها فيديو كول، بتقعد تتكلم معاها وتهزر لحد ما بيجي جوزها، واللي بتوعده إنهم هيكونوا أهم أولوياتها بعد كده مش الشغل. بس وقتها سمعت بنتها بتغني نفس الأغنية اللي غناها أخوها قبل ما يموت. بتبدأ تنهار وتصرخ وتقع على الأرض، وبيجي الممرضين بيحاولوا يخلوها تهدى. وبس كده صديقي المشاهد، ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك للقناة. أشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.